السلام عليكم بنات، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مره اخرى عندي في القناه ديالي فيديو جديد ان شاء الله. اليوم جيت باش نكمل معكم التتمه ديال الفيديو السابق اللي شاركت فيه معكم بعض من التحضيرات اللي وجدت لشهر رمضان الكريم. واليوم من بين هاد التحضيرات اللي غنوجد ان شاء الله هما اول حاجه غنبدا بها هي الدجاج. في هذا الفيديو هذا عندي هنا الدجاج، تقريبا 2 دجاجات. سبق لي غسلتهم مزيان ونقيتهم بطبيعة الحال كنغسلوهم بالملحة والحامض. هنا بالنسبة للدجاج خديت يعني تقريبا 2 دجاجات وافيات. هنا عندي هاد البلاستيكات هما اللي غنجمع فيهم الدجاج ديالي، وغادي نفرقو على حسب يعني الاستعمالات اليومية اللي غادي نحتاج. هنا كيف كتشوفوا كنقسم الدجاجه ديالي. كنقسمها يعني كنعزل يعني الرجلين بوحدهم والصدوره بوحدهم، يعني كل حاجه غنجمعها ونعزلها بوحدها باش هكذا تجيني الخدمه سهله. يعني من بعد يعني من نبغي شي حاجه مثلا الا كنت باغا نحتاج الدجاج مثلا على حساب غنديرو في الفران اولا غنشرملو ندير به شي هكذا شي كراتا ولا شي حاجه. اولا بالنسبه للصدورات ديال الدجاج كيف كتعرفوا كنستعملوهم بزاف يعني في العمارات، سواء ديال البريوات اولا ديال الخبيزات معمرين. داكشي على حسب كل ونهارو. كيف كتعرفوا كيف كنقولوا كل نهار برزقو. هنا البنات كنبقى كنقطع في الدجاج ديالي هكذا بهذه الطريقه هذه. انا صراحه كنحيد الدجاج ضروري ما كنحيد له الجلده، ما كنخليهاش فيه من غير يعني الا كنت باغا نحمر الدجاج اولا كنت باغا نستعمل به شي وصفه هكذا يعني نشويه اولا كنخلي فيه داك الجلده ديالو، ولكن عاده كنحيدها. هنا كيف كتشوفوا كناخذ هاد الميكات ديال البلاستيك، كنعزل فيهم كل حاجه كنعزلها فيها بوحدها. بالنسبه للبنات هاد الميكات هذا صراحه عمليين بزاف، وفي نفس الوقت يعني كيتسدوا هكا ما كيخليوش الهواء هكذا يدخل سميتو الدجاج ديالنا. كيف كتشوفوا هنا عزلتهم كل حاجه درتها بوحدها. هنا الفخيضات درتهم بوحدهم، وهادو حتى هما درتهم بوحدهم. وبالنسبه سميتو من بعد الا خاصني الدجاج غادي ناخذ يعني صراحه انا ما عنديش شي ما خداماش يعني هكذا على برا يعني غير الدار. وصراحه الخدمه ديال الدار راها خدمه ولكن ماشي بحال المره اللي كتكون موظفه ولا كتكون خدامه هكذا على برا، يعني كتبغي يعني تلقى الصراحه يعني تسهل عليها الخدمه بزاف. انا هنا الصدوره ديال الدجاج غادي نخليهم هكذا صاينين، يعني ما غاديش نقطعهم. نتوما الا بغيتو تقطعوهم هكذا طراف مربعات صغار على حسب خبيزات معمرين اولا هكذا تقطعوهم شرائح طويله على حسب الا بغيتو توجدوا دي ساندويتش ولا شي حاجه. قطعوهم. انا غنخليهم هكذا يعني فوق ما يعني غيخصني غنهز واحد الطرف ديال الصدر وغادي نديكونجيليه ونستعملو. بالنسبه لهاد الجناوح هادو غادي نخليهم هكذا، ربما نستعملهم مع الروز اولا المهم عطا الله ما يدار كيف كنقولوا. رمضان كتبغي غير تخربقي تبغي تشوفي الطبله عامره وصافي. هنا البنات كيف كتشوفوا حتى هذا الرقابي هادو كنقطعهم هكذا. غنخليهم هكذا على جنب وغنبقى كنقطع في الدجاج ديالي كيف كتشوفوا حتى نكمل كميه كامله اللي عندي ديال الدجاج.
هكذا كنحتاجوها على حساب العصير. وانا صراحه نوجدها هنا على حساب العصير. عندها تقريبا عندي كيلو ديال الباربه، يعني حتى هي ما غاديش نوجد كميه كبيره، يعني قياس ديالي. ومن بعد غادي نزيد ملي ودابا البنات هانتوما كيف كتشوفوا من بعد ما طابت ليا الباربه ديالي، كيف كتشوفوا راه باقي اللون ديالها هو، يعني ما بهاتش كيف كنقولوا، ما كشفش. غادي نقطعها هكذا على هاد الطريقه هذه. كيف قلت لكم قبيله، راه غنحتاجها على حساب العصير، غنستعملها على حساب العصير. غادي نبقى كنقطع فيها هكذا. صراحه هي باقا سخونه ولكن ماشي بزاف. بردتها بشويه ديال الماء ولكن باقا مازال شاده السخونيه ديالها. انا غادي نقطعها هكذا. وحتى الا البنات كنتو كتستعملوها يعني بشكل يومي مثلا، كاين اللي يعني عزيز عليه الباربه وكيبغي هكذا يوجد بها سلايط او لا، تقدروا طيبوا منها واحد الكميه، يعني طيبوها هكذا كيف درت ليها انا، وتخليوها غير في الفريغو عندكم لتحت، تغطيوها هكذا بالسلوفان، اولا ديروها في شي سوبيره. بلا ما يعني بلا ما تقشروها، خليوها يعني بقشورها. الوقيته اللي غتحتاجوها غتهزوا منها، تسهل عليكم الخدمه. صافي البنات، كنقطع البربه ديالي حتى نكملها كامله. عاد غادي ندوز نديرها في دوك البلاستيكات اللي خديت. دوك البلاستيكات صراحه خديتهم غير عند مالين 5 دراهم، فيهم شي تقريبا شي 10 ديال البياسات. الا ما كانوش ماشي ضروري استعملوا غير الميكات العاديين. صافي البنات، هنا من بعد ما ساليت غادي ندوز باش نعمر البربه ديالي في البلاستيكات. انا هنا البربه غادي نقسمها على جوج. وغادي نديرها هكذا، بلا ما غادي يعني نقسمها، حيت انا عندي الثلاجه ما كتجمدش ليا، يعني ما كديرش الثلج. يعني غير غادي نبغي نهز، يعني نهز واحد الكميه غادي تجيني سهله. تقدروا نتوما الا بغيتو تقسموها هكذا في السلوفان، اولا كاع بلا ما تقطعوها بهاد الطريقه هذه. قسموا البربه ديالكم على جوج، اولا خليوها صاينه هكذاك وجمعوها في السلوفان، يعني الجهد اللي غادي تحتاجوا للنهار. كيف كتعرفوا انا هاد الكميه اللي كنوجد راه غير ديال جوج الناس. كاين اللي تبارك الله راهم عائله، يعني غيحتاجوا بزاف، يستعملوا كميه كثيره، ماشي بحال جوج الناس هما عائله تبارك الله. صافي انا غادي نبقى كنعمر فيها هكذا حتى نكملها كامله بنفس الطريقه. كيف كتشوفوا، وصراحة العصير ديال الباربة كيجي هكذا منعش، خصوصا في رمضان. ومع نيت راه الايام دابا غدا وكتسخن،
هو يعطي بنادم هكذا شوية ديال الطاقة. وكيف كتعرفوا البربرة راه غنية بزاف فيها فوائد كتيرة. صافي البنات، هنا غنسد على دوك الميكات دياولي هكذا، غادي نحاول نخرج منهم داك الهواء. صافي. ودابا هاني ساليتها. من الاحسن البنات كيف قلت لكم توجدوها على اتساع. كيف كتعرفوا البربة فيها الخدمة شوية وكترون شوية الدنيا. ودابا غادي ندوزو نوجدو داكشي اللي بقى. بالنسبه ليا البنات هنا غادي ندوز باش نوجد الفلفله. كيف كتعرفوا الفلفله كتمشى بزاف حتى هي في رمضان. كنحتاجوها هكذا بزاف على حساب خبيزات معمرين اولا البريوات اولا المهم. بغيتو تجمدوها هكذا حتى الفلفله اللي كتستعملوا في البيتزا تقدروا يعني تقطعوها هكذا مدوره وتخليو تعزلوها بوحدها على حساب البيتزا. انا صراحه ما غاديش نديرها، غادي نوجد غير الفلفله اللي غادي نحتاج هكذا على حساب العمارات. اما الاخرى غنحتفظ فيها غير في الفريغو عندي لتحت. صافي هنا كنبقى كنقطع الفلفله ديالي كيف كتشوفوا هكذا بشكل طولي، ومن بعد غادي نقطعها على شكل مربعات. انا هنايا عاده كنخلط دائما يعني من غير سيدنا رمضان كندير هاد الطريقه هذه. كنخلط الفلفله، كنتقدا هكذا الفلفله الحمراء والخضراء ومن بعد كنخلطهم هكذا وكيجوني ساهلين. بغيتو تعزلوهم عزلوهم، بغيتو ديروا هاد الطريقه هذه هكذا باش يجيوكم ساهلين. راه في الاخر كلشي غادي يتخلط، يعني ما غادي تبقى تبان لا الحمراء لا الخضراء. داكشي علاش انا كنخلطهم من الاول. صافي كنبقى كنقطعها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، ومن بعد غادي نقطعها مربعات هكذا. البنات صراحه تربحوا بزاف ديال الوقت الا درتو هاد التحضيرات هذه المسبقه. كتهناو بصراحه بزاف من يعني ما كتخسروش المجهود بزاف. صافي هنا كنبقى كنقطع الفلفله ديالي بهذه الطريقه هذه، وغادي نديرها في شي جبيبينيه هكذا حتى نجمع الفلفله ديالي كامله. عاد غادي ندوز باش نعمرها في الميكات. ودابا البنات غادي نخليكم مع باقي الفيديو. مساليت قطعت الفلفله كامله. هنا خديت واحد المعلقه كيف كتشوفوا. كنبقى كنحرك ديك الفلفله كامله من الفوق لتحت باش تخلط ليا مزيان، يعني الفلفله الحمراء والخضراء باش يعني يندمجوا مع بعضياتهم. صافي. وعاد غادي ندوز دابا البنات باش نعمرهم هكذا في الميكات اللي غندخلهم للثلاجه. ودابا نخليكم مع التتمه.
دابا البنات كيف كتشوفوا من بعد ما ساليت الفلفله ديالي غندوز دابا باش نوجد الربيع. بالنسبه للربيع البنات، هنا خديت هاد الهاشوار هادي كيف كنقولوا ليها لاله الحادقه وفعلا حادقه وقاده بشغلها. ما سماو هاد السميه حتى كانت اسم على مسمى. هنا البنات خديت الهاشوار، درت فيها هنا الربيع. اول حاجه غنبدا بها هي القزبور المعدنوس. انا كنخلطهم، والكرافس غادي نعزلو بوحدو. هنا غادي نطحن القزبور ديالي. هنا وضعت واحد الكميه قليله، آه غنطحنها هي الاول. انا غنبقى نطحن شويه بشويه كيف كتشوفوا. صراحه هاد الهاشوار هادي عندها بزاف ديال الاستعمالات، ننصحكم البنات تاخدوها، وراه فيها بزاف ديال الماركات. هنا البنات كيف كتشوفوا راه الربيع ديالي تطحن صافي. غادي ناخد شي جبانيه وغادي ندير فيها الربيع اللي طحنت، حتى نكمل كاع الربيع اللي عندي، القزبور المعدنوس وحتى الكرافس. من بعد ما نساليهم عاد غادي ندوز نقادهم في ميكات، وغنقدم معكم واحد الطريقه ديالي اللي كنخلي فيها هكذا الربيع ديالي يبقى خضر هكذا في الثلاجه، يعني ماشي في المجمد. صافي هنا البنات غادي ناخذ كميه اخرى من الربيع وغنطحنها بنفس الطريقه. كيف كتشوفوا هنا الربيع راه ما كنقطعوش، يعني آه هكذا كنقسمو غير على جوج صافي. والهاشوار هي كتكلف بخدمتها. وبالنسبه للاثمنه البنات راه يعني ما غالياش، ما غاليينش، كيبداو من 120 درهم، يعني في المتناول عفوا. صافي هنا البنات من بعد ما كملت الطحنه الثانيه ديال الربيع غادي نزيدها على الربيع الاولاني اللي طحنت، وغادي نستمر كيف قلت لكم بنفس الطريقه حتى نسالي كامل الكميه ديالي ونرجع لكم. هنا البنات كيف كتشوفوا من بعد ما ساليت، هذا هو قزبور المعدنوس من بعد ما طحنته، هانتوما كتشوفوا راه جا رقيق. وهنا الكرافس حتى هو من بعد ما طحنته. دابا غادي ندوز باش نوريكم الطريقه اللي قلت لكم. انا هنا خديت واحد جوج سوبيرات هكذا، هما اللي صراحه بقاو خاويين عندي. اما صراحه كلشي استعملته، كلشي خدم في هذا رمضان. بقاو لي هاد السوبيرات هادو ديال الزاج. نتوما ماشي بالضروره تستعملوا ديال الزاج، انا عاده كندير غير في ديال البلاستيك، يعني في ديال البلاستيك. كندير هنا الزيت. هنا غير بغيت نشارك معكم هاد الطريقه هادي. من بعد الا خصنا الربيع راه غادي يعني نديرو كامل. انا هنا وجدت غير كميه قليله. من بعد الا بغيت نطحن راه غندير الربيع ديالي كامل. كيف كتعرفوا راه رمضان كنستعملوا الربيع يوميا. هنا كيف كتشوفوا درت شويه ديال الكرافس ودرت شويه ديال القزبور المعدنوس. ودابا غادي نزيد عليهم واحد قبصه ديال الملحه. في كل جبانيه غندير قبصه د الملحه والزيت هما اللي كيخليو الربيع ديالنا كيبقى هكذا خضر، وفي نفس الوقت ما كيخسرش دغيا، يعني كيبقى واحد المده طويله. ولكن يعني ماشي تسمعوا طويله وتخليوه تما شي شهر. يعني مده لا باس بها هكذا سيمانه كاع او لا اكثر. صافي كنبقى كنحرك الربيع ديالي هكا، نخلط ديك الملحه تدخل مزيان هي وديك الزيت مع الربيع صافي. وغادي نسد على الربيع ديالي وكذا. الربيع ديالي دابا راه واجد. هذا اللي غادي نخليه هكذا في الثلاجه لتحت. وبالنسبه للاخر غادي نطلعو للفريغو حيتاش مازال ما عندي به الغرض. صافي غادي نعمر الربيع ديالي هكذا في ميكات ديال البلاستيك حتى نكمل الكميه كامله اللي وجدت معكم ديال الربيع، لا القزبر والمعدنوس ولا الكرافس. ودابا خليكم مع الصور.
ودابا البنات كيف كتشوفوا ساليت الربيع ديالي دابا راه واجد ليا. هكذا الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون وصل للنهايه ديالو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وهذا التحضيرات الجد بسيطه اللي شاركتها معكم لا في الفيديو الاول ولا في هذا الفيديو هذا. نتمنى تكون عجباتكم وتستافدوا من بعض الافكار اللي شاركتها معكم. والى اللقاء، وتهلاو لي فراسكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وعشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، تصوموا بالصحه والهنا.